بمناسبة الجامع ده، قالوا واحد شايل له سكين طول ده، جا داخل الجامع لقى الناس راجين الصلاة، مرق السكين كده ومنطر عيونه، قال لهم في مسلم هنا؟ ناس جوا الجامع في مسلم هنا؟ ناس طوالي بقوا يفكروا يا زول الحاصل شنو هناك. واحد ورا بيدقن كده قال لها انا ده مسلم، قال لها تعال اطلع برا. طلعوا برا، قال لها اطبح لي الخروف ده، طوالي طبح الخروف. قال لها اسلخوا، قال له والله ما بعرف اسلخ، قال لها مش السكين بيدم مع تاني جاوا الراجع تاني في مسلم هنا. الجماعه قايلين انه ضبحوا، عملوا الصن. امام الجامع حاج بكر عشان يتخارجوا الجامع كله بصوت واحد وصفوا عليه حاج بكر، قال لي حاج بكر ده الامام، قبل لك علون انا يا مأفنين ان الابو خوتكم ذاتها. الواحد يعني عشان عمل فيكم ايتين وركعتين تتلقوه مسلم. اهالي العرب ده غنيان مرطب تب وعرس، قال لهم شهر العسل لندن، ما امكانيات قروش راكده، لكن انجليزي ما في، عنده ناس يس ونو وهاو ماتش وسانكيو وجود مورنينج دي لغايه حقات المتوسطه دي. مشى هناك نزل في فندق، اول يوم المرة شافت لها فار في الغرفه، قالت لي تضرب الريسبشن تكلمون، فار دي في حساباته ما خاتيها، في شهر عسل فيه فار ما داير يتحرج. قال لها جيب التليفون، جابت التليفون ضرب الريسبشن، الو؟ قال لي هلو. قال لي يو نو توم اند جيري؟ بتاع الريسبشن قال لي يس. قال لي جيري از هير. لما لقى ريشات بقى في المركه قال له نمرقوني عمره، قال له العمره باقي لها 3 شهور، قال له نمرقوني ان شاء الله لندن. قالوا له لندن دي فشل كلمه ما يوديك، لكن حظك استمح مهرجان دبي شغال، قال له انا ناخذ دبي. 3 يوم صبحوه في القريه العالميه مكان المهرجان، لقى الحفله بكاظم الساهر، كاظم يغني والجمهور حوالينه يشيلوا معاه في الغنى، البنات دي لابسات بناطيل الجينز التيشيرتات فكات الشعر يسوون كده معاه كاظم. ما دبي زول بيزعل زول ما. ويجي الجلابيه شربانه، الطاقيه تحلف تقول سداده بخاخ، الحراق زي الاكورديون تجر ليه تحت يطلع براو. وقف لكاظم في وشه ما دافع، كاظم بيغنوا بدي المايك للجمهور يشيلوا معاه في الغنى، بدا يغني قال نزلت للبحر، بس نزلت للبحر ومد المايك، المايك شكل حالي يجي في شلوفته، قال له جاي لي خير السيد محافظ الكاملين اللي جاب السفينه. ده قالوا مشى امريكا من عربنا ديل، اتزوج امريكيه، ضرب لابوه تليفون قال لابوه انا اتزوجت لي امريكيه. كافره؟ لا عرست لك كافره؟ البيت اللي يوصفوه بالجامع يوصفوه بالكافره؟ ان جابت لها شعب حسابي ودى الكافره، ودى الكافره. انت راجل الكافره؟ انا ابو راجل الكافره؟ قال له ابويا زول دي مش ملتزمه وشغاله وانا جاي اجازه بجيبها ليكم من المطار، نزل البلد. قال له انا امشي الخرطوم 7 يوم اجيب الحفش واجي راجع. الامريكيه ده عجبك، عارفه عمك عنده راي في العريس، ثاني يوم جينز وتيشيرت بس قصاد عمك ده، عمك ده حمموه بشامبو عنده شعرتين جنبه جاي، عملت لي مساج فيه مفاصل من 56 ما طقطقان، جابت له شوربه الحمام قالت لي بترم العظام، عصير الجزر بيقوي النظر، عصير الليمون للطاقه. عمك عمره 80 سنه لبسوه التريننج والفنيله، بيلحق اللي يسوي كده يتريض الرياضه. يا اخي عمك ده 7 يوم انبسط بسطه، الولد جه راجع، ها يا ابوي الكافره كيف؟ قال لي عليها الطلاق الكافره امك دي. الجعلي والشايقه اصحابي تربوا سوا في الحله، قروا سوا، اختربوا السعوديه. الشايقي جاي يتزوج، الجعلي قال لي تفوت تخليني، قال لي يا زول انا عاقد وحددت عرسي، قال له والله انا لازم امشي معاك اعرس. يا زول انت محدد؟ قال لي بس اخت مرتك، شفت اختها عاقد لي عليها. يا زول قال لي والله يوم العرس نعرس سوا. الشايقي جو جايها العرس والكوشه خدتوها، الجعلي جا من هناك حسب المواعيد.
عاين في الكوشه اللي قاعد فيها الشاي لقى مره سمحه سماح. يا اخي عيونها لحد هنا، بتشوف لحد هنا. النوع التجابي ورا تقول لك شايفاك تعال بي قدام. يا اخي من حالة ما عيونك كبار بتنوم الساعه 8 بتلاقى 2 صباحا الرموش ديل من كبرت العيون. عاين في الكوشه حقته لقى مره شينه شناء مبالغه. يا اخي دي من حالة ما شينه يوم دخلت لها بزقاق مظلم، شافت الشيطان قالت بسم الله، الشيطان قال لها خطفتها من خشمي. عشان ما بتتقابل. الجعلي قاعد متضايق قاعد في الكوشه وما داير يتكلم قدام المرأة يحسسها، بيرجع عليه ورا بيعمل للشاي. قال له انضم ساي بتسمع، انضم ساي انضم ساي. طيب انا النسوان لازم ادين هبشه صغيره بقى، يعني تحياتي لنسوان دبي ما شاء الله. وانا الليله من معاي انت لقيت الذهب مكوع وقاعد، بالرغم انه نحن عرفنا في ذهب صيني تحت رخيص، لكن نتمنى انه يكون ده الاصلي. وخاصه اللي بيرفع عن يدين ان كده ده بكون اصلي باذن الله تعالى، لانه الصيني ده قدر ما التوب يزيح منه بيترجعوا فيه. فالنسوان الدين حاجه كده للنسوان والرجال بعد الزواج يعني يا اخوان. ده قالوا المرأة بتلم في الهدوم دايرة تغسلين، لقت في جيب القميص ورقة مكتوب فيها سوسو. قالت لي سوسو دي مني؟ سوسو دي مني؟ قال لها وليه قولي بسم الله انا كنت في سبق الخيل وفي حصان مرشح اسمه سوسو كتبته في الورقة بس نسيتها في جيبي. ده موضوع المكنة مشت فيها 4 يوم تلفونه ضرب، جابت التلفون والمفراكة قالت لها امسك حصانك ده ضارب ليك.